عمرك حسيت إن أنت مضغوط ومش عارف ليه؟ بتصحي تعبانة ومش طايقة نفسِك ومش طايقة حد ونفسِك اليوم يخلص بقى، وبتتعصبي من أقل حاجة ومش قادرة تكمّلي اليوم؟ أنت أو أنتِ ممكن يكون عندكم ضغط نفسي وأنتم مش عارفين. تعالوا نفهم يعني إيه ضغط نفسي ونفهم جسمنا بيحاول يقول لنا إيه. الضغط النفسي أو الstress هو رَد فعل طبيعي من جسمنا لأي حاجة بتحصل حوالينا، جسمنا بيفهمها على إنها تهديد ولازم يحمينا منها، سواء الحاجة دي بقى شغل، مسؤوليات، أو حتى كلام الناس. جسمنا بيحاول يساعدنا بس أوقات الحمل بيكون زيادة وبنحس إن إحنا هننفجر خلاص. يعني مثلا لما تصحي الصبح باص المدرسة فاتك وصاحية متأخر والعيال اللي بيعيط واللي بيصوت جعان وجوزك عاوزك تحضري الفطار حالا وانت واقفة كده مش عارفة تعملي ايه ولا تسكتي مين، ده اسمه ضغط. ولما تقعدي تحسبي مصاريف البيت بتاعت كل شهر اللي مش مكفية الإيجار والمدرسة ولبس العيال والمصاريف، ده برضه ضغط. ولما تصحي الصبح تلاقي مليون مسد كول من الشغل علشان خاطر حاجات طالبينها منك وتاسكات ومكالمات وطلبات ما بتنتهيش، ده برضه ضغط. وانت حتى لسه ما شربتيش الكوفي بتاعتك ولا غسلتي وشك، ده برضه ضغط. ولما تلاقي الناس اللي حواليكي يفضلوا يسألوكي أسئلة ملهاش لازمة زي انت هتخسي امتى، هو انت مش هتنزلي الشغل، هو ابني متأخر في الكلام ليه، وأسئلة وكلام كتير ملهوش لازمة، ده برضه ضغط. نيجي بقى لآخر واحد، لمّا تقعدي مع نفسِك كده بالليل وتجلديها وتفضلي تقولي لنفسِك أنا كان لازم أعمل كذا، أنا كان لازم أكون أحسن من كده، وتفضلي تقولي الكلام وتقولي لنفسِك كلام كتير ما لوش لازمة، ده برضه ضغط. كل واحد من دول ليهم اسم وإحساس مختلف، مش لازم كلّهم يكونوا موجودين مرّة واحدة عشان أحس إن أنا هانفجر خلاص. في نوع بقى من الناس اللي هو تلاقيه طول اليوم عمّال يجري، اللي الناس بتقول عليه أصل ده هيعرف يتصرّف، أصل ده هيعرف يلِم الدنيا. مع إن هم مش أقويا ولا حاجة، بس هم اتعودوا إن هم يتحمّلوا وهم ساكتين، مش علشان هم مرتاحين، بس علشان خاطر لو اشتكوا ما حدش هيصدّقهم أصلًا. مع إن النوع ده من الناس يبان عليه إنهم ماسكين نَفْسهم، بس لو انفجروا هيفاجئوا الكل. طَب أنتم عارفين إن في ناس لمّا بتتضغط وتتشد بتبقى عصبية جدًا، وفي ناس بتسكت وتكتم، وفي ناس بتعيط من أقل كلمة؟ طَب يا ترى هي دي الأعراض بس والّا في حاجات تانية وإحنا مش عارفين؟ لأ، في حاجات تانية، إحنا بنكون فاكرين إنها عادي، بس هي ممكن تكون بسبب الضغط، زي مثلًا إنك تكون بتنام كتير، أو مش عارف تنام أصلًا، أو بتاكل زيادة عن اللزوم، أو حتى ما لكش نِفْس للأكل، وممكن تكون على شكل صداع أو تعب، أو نرفزة وعصبية على كل حاجة، أو إنك مش قادر تفرح، كل دي إشارات جسمك بيقول لك أنا تعبان الحقني. بصراحة كلنا مضغوطين بشكل أو بآخر، بس نيجي بقى للسؤال الحقيقي، هل الضغط اللي أنا فيه ده ضغط طبيعي ولا ضغط ممكن يوصلني للمرض؟ الضغط الطبيعي اللي بيكون في وقت معين أو قبل وقت معين، زي مثلا قبل امتحان مهم، تسليم تاسك مهم، مناسبة مهمة، جسمك في الوقت ده بيكون مشدود وبيكون تركيزك عالي قوي، بس أول الحاجة المهمة دي ما بتخلص بترجع الدنيا تهدى زي الأول وتريلاكس خالص. إنما الضغط اللي ممكن يوصلك للمرض بعد الشر ما بيكونش يوم يومين، بالعكس بيكون مستمر وملوش نهاية محددة. جسمك بيكون مستعد طول الوقت وتركيزك بيكون عالي ومش بتعرف تنام، أو بطنك توجعك، أو حتى ممكن توصل لنوبات هلع. إحنا طول عمرنا اتعلمنا إزاي نستحمل الضغط، عمرنا ما اتعلمنا إزاي نحمي نفسنا منه إلا لما نتقرص ونتعب، هنا بقى تبتدي النصايح علشان خاطر التعب ما يزيدش. طب تيجوا نعرف إزاي نحمي نفسنا من الضغط أصلا؟ تعالوا أقول لكم إزاي نلحق نفسنا قبل ما نتعب أصلا. لازم أكون بني آدم واعي بجسمي، يعني لما جسمي يديني إشارة ونفسيتي لازم أعمل لها حساب وآخد بالي منها، مش هتجاهلها وأعمل نفسي مش واخد بالي، وإني لازم أكمل بالعافية، ومش لازم أعمل كل حاجة بنفسي، ومش عيب إن أنا أطلب المساعدة من حد لو حد يقدر يساعدني. مش لازم أكون سوبر هيرو علشان أحس إن أنا كفاية، ومش لازم كل حاجة حد يطلبها مني أنفذها وأوافق عليها، أو أضغط على نفسي وأعمل حاجة لما حد يطلبها مني وأنا أصلا مش قادرة أعملها. عادي إن أقول لأ بمنتهى الذوق، ويا سلام لو أقدر أنظم وقتي وأدي لنفسي وقت راحة في اليوم، مش لازم يكون كبير، 10 دقايق كفاية. وعلى فكرة ده مش كسل، ده صيانة نفسية. وتعودوا إن انتوا تتكلموا سواء بقى مع صحابكم مع حد مختص، أو حتى تكتبوا على ورق. الكتمان بيخلي الضغط يتحول لبركان. وحاولوا تقللوا من الحاجات اللي بتستهلك طاقتكم، زي السوشيال ميديا، ناس سلبية، مجاملات على حساب نفسكم. كل دي حاجة بتبان إنها ناعمة بس في الحقيقة هي تأثيرها سام. آخر حاجة أحب أقولها إن كلنا بنعدي بأوقات ضغط،
بس ما حدش يستاهل إنه يعيش حياته كلها تحت حمل تقيل. ولو حاسس إن أنت مش قادر تكمل لوحدك، دي مش علامة ضعف، دي علامة إنك بني آدم. أنت مش مطلوب منك إن أنت تتحمل طول الوقت، بس مطلوب منك تحمي نفسك عشان تقدر تكمل. وآخر حاجة أحب أقولها: كلوا كويس واهتموا بنفسكم، لأن جسمك هو الدرع الأول والأهم لحماية نفسك.